هل عمرك ضحكت على حد من غير قصد؟ يعني قلت كلمة كده هزار وسبتها ومشيت، بس هو الكلمة دي وجعته؟ أنا عايز أحكي لك قصة حقيقية يمكن تغير فيك حاجة النهاردة. في ولد اسمه كريم، كان في المدرسة، دايما ساكت، مش بيحب يتكلم كتير، لابس نظارة وبيتكلم بهدوء. كل ما يرفع إيده في الفصل الناس تضحك، وكل ما يغلط في كلمة المدرس يضحك عليه، لحد ما بقى يكره يروح المدرسة. كل يوم بيرجع البيت مكسور، بيعيط في اوضته، بيبص في المراية ويسأل نفسه: هو أنا غبي كده ليه؟ هو ليه محدش بيحبني؟ وأمه كانت دايما تقول له: ما تزعلش يا ابني، الناس دي مش فاهمة قيمتك، خليك مؤمن بنفسك. بس الحقيقة إن الكلام وجعه. كل يوم كلمة، كل يوم ضحكة، كل يوم سخرية، لحد ما بدأ ينعزل. ما بقاش يخرج، ما بقاش يكلم حد، ما بقاش حتى يضحك. والناس كانت فاكرين إنهم بيهزروا، لكن الهزار بقى وجع. بعد سنين نفس الولد ده اللي كانوا بيتريقوا عليه بقى مهندس كبير، بيشتغل في شركة كبيرة، واللي كانوا بيضحكوا عليه بقوا بيدوروا على شغله. تخيل، هو نفسه اللي كانوا بيقولوا له يا غبي بقى هو اللي الناس بتقول عليه عبقري. عارف ليه؟ لأنه قرر يثبت لنفسه إن قيمته مش في رأي الناس، قيمته في اللي جواه، في صبره، في طيبته، في اجتهاده. بس في نفس الوقت هو عمره ما نسي الوجع اللي عاشه من كلمة. التنمر مش هزار يا جماعة. التنمر ممكن يهد شخص، يخليه يكره نفسه، يخليه يشك في كل حاجة حلوة فيه. انت متخيل ان في ناس بتمشي في الشارع ودموعها نازلة بس علشان حد ضحك عليهم في الفصل او في الشغل؟ كلمة واحدة ممكن تفضل في ودنهم سنين. اللي بيتريق النهاردة مش فاهم ان اللي قدامه ممكن يكون بيحارب معركة في صمت. يمكن هو بيعاني من مرض، يمكن من قلق، يمكن من حزن، وانت بكلمتك زودت عليه الحمل. طب ليه ما نبقاش احنا النور؟ بدل ما نوجع نحاول نطبطب، بدل ما نضحك على حد نحاول نخليه يضحك بجد، بدل ما نقول كلمة تجرح نقول كلمة تفرح. كلمة طيبة صدقة، والاحترام مش ضعف، والاختلاف مش عيب. اللي فعلا قوي مش اللي يضحك على الناس، اللي قوي هو اللي يقف قدام التنمر ويقول كفاية. يمكن الفيديو ده بسيط، بس لو وصل لواحد بيتمرمط من التنمر، أنا عايزه يعرف إنه مش لوحده. انت مش غلط ومش ناقص ومش أقل من حد. اللي بيتريق عليك هو اللي عنده مشكلة في قلبه، مش في شكلك. فكر كويس قبل ما تقول كلمة، لأن الكلمة ممكن تبني وممكن تكسر. اختار تكون سبب في بناء حد، مش في وجعه. ولو الفيديو ده لمس قلبك حتى بنقطة، اعمل لايك واشتراك عشان نوصل الرسالة دي لكل الناس، ويمكن بكلمة منك تنقذ قلب حد كان هيموت بالحزن. وخلي دايما شعارك في حياتك: قبل ما تضحك على حد فكر، يمكن ضحكتك تكون سبب في دموعه.